بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. الفيديو ده التالت على قناتي ان شاء الله. بجد انا فرحانة والله جدا ومبسوطة خالص من الاشتراكات اللي جت في قناتي، وانا قناتي كانت 0 مشترك. يعني سبحان الله ازاي حصل ده، والله ما اعرف. يعني انا مبسوطة، وكمان في تعليقات. يعني اول فيديو تاني فيديو يعني تعليقين فيه. بجد بجد انا مبسوطة من اللي علقولي، فرحانة. يعني بصراحة ما كنتش متخيلة ان ده يحصل. يعني كنت قلت مثلا لسه بدري عبال ما قناتي تتشاف. بس سبحان الله، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. يعني ده معجزة من عند الله. يعني انا ما عملتش حاجة علشان يجيني المشتركين دول، والقناة كمان يجيني تعليقين فيهم، وتعليقين زي العسل. والله فرحت جدا بيهم. الله يبارك لكم يا رب ويخليكم. النهاردة ان شاء الله المحتوى بإذن الله، يعني الفيديو ده برضو في حاجات مختلفة واكل مختلف. زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ بإذن الله. وهوريكم انا عملت وبدأت ازاي. يلا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وبعدين نبدأ. قمت اول حاجة الصبح، فقلت لازم نفطر وافطر اولادي وكده. بس كان الاول جوزي ماشي يعني على الشغل، فقلت لازم افطره هو الاول. تمام. فكان عندي عيش في الفريزر، طلعته الصبح وسخنته كده عشان افطره هو واخليه يمشي، وبعدين انا افطر مع نفسي انا واولادي، مش مهم. تمام. زي ما انتوا شايفين كده فتحت الشباك عشان يهوي البيت، وكمان شغلت الراديو على القرآن الكريم. اذاعة القرآن بجد يا جماعة بتعمل طاقة في البيت وجو في البيت ما شاء الله. بتحسي ان الملايكة معاكي في الشقة. سبحان الله. تمام. رحت انا شغلت كمان الاذاعة، وكمان قلت عبال ما احضر الفطار هطلع كيس لحمة مفرومة علشان هعمل النهاردة حواوشي. تمام. فقلت اطلع الكيس عبال ما يفك كده، اكون انا فطرت وولادي فطروا، وعبال ما يفك. تمام. ده كيس قهوة اجاني هدية. الله يبارك للي جابهولي. تمام. فقلت احطه بقى في العلبة بتاعة القهوة. جوزي بيحب القهوة وانا بحب القهوة. يعني احنا بنحب القهوة جدا. يعني لازم نفطر الصبح ونشرب فنجان القهوة، لولا ما نحس ان احنا المود بتاعنا اتظبط. تمام. زي ما انتوا شايفين كده انا فضيت القهوة كلها في العلبة. تمام. وبعد ما فضيتها رحت عملت الفنجان قهوة لنفسي. انا خلاص ده فطرت جوزي ومشي على الشغل. الله يبارك له يا رب، يوسع رزقه ويبارك لنا فيه ويخليه لنا يا رب. وبعدين بدأت اعمل لنفسي الفنجان القهوة. تمام. وبعد ما عملت الفنجان القهوة وحطيته على النار، وجبت بحب اشرب القهوة مع حاجة فيها زي شوكولاتة كده، يعني بيدي حاجة حلوة، طعم حلو للقهوة كمان. فجبت اوريو، وجبت برضو علبة مربى صغيرة ولقمة عيش. قلت اكل الاول، افطر بالمربى ولقمة العيش، وبعدين ابقى احلي بالاوريو، واكمل فنجان القهوة وانا باكل في الاوريو. تمام. بس لازم يعني الصبح ما اكلش يعني بسكوت على طول. لازم افطر الاول بالمربى ولقمة عيش. زي ما انتوا شايفين، ونعمة ورضا، واللهم لك الحمد. ربنا كرمنا اخر كرم، الحمد لله ليك يا رب. بالله عليك لو وصلت لحد هنا تحط لي لايك، يعني انت مش هتخسري حاجة لما تحط لي لايك، وكمان تفرحيني بالاشتراك في القناة. يعني والله ما هتخسري اي حاجة. اشتركوا يا جماعة، خلونا نفرح كده، واجبروا خاطرنا يجبر خاطركم ربنا يا رب ان شاء الله. وكمان شغلت الغسالة زي ما انتوا شايفين، وحطيت غسيل، ورحت اشوف اوضة الاولاد. ده السرير، قلت انضف السرير، هما سريرين. تمام. نضفت السرير ده ورتبت الملاية بتاعته. تمام. وبعدين خلصت برضو ده خالص، وبعدين رحت لل
للسرير اللي بعده. تمام، السرير التاني انا ما صورتوش يعني، فصورت ده، فده هو ده يعني. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا جماعة. وبعدين حطيت المخدة، وحطيت المخدة الصغيرة برضو، كسيتها عملتها بنفس الكيس بتاع كيس الأطفال ده، الملاية يعني. تمام. معلش بقى، انا ايه تالت فيديو ده ليا، فانا ايه بصراحة يعني اعذروني، انا متلخبطة يعني. انا إيه والله بجد يا جماعة، بجد يعني، والله يعني كتر خير، وربنا يرزقهم، ربنا يرزقهم اللي بيعملوا روتينات تنظيف وحاجات زي كده. والله يا جماعة يعني الموضوع صعب. تمام. فانا فاكرة لما انا بتفرج، انا بحب الروتين وبحب النظام ده جدا. فانا لما بتفرج على روتينات وكده وادخل في الجو ده، وكمان بيدوني نشاط اني اقوم انظف، يعني مش انا مثلا بعمل روتين وخلاص، لا، والله العظيم بيدوني طاقة اني اقوم وانظف واجيب الشقة دي من فوق لتحت. تمام. بس بجد بجد كل واحدة بتعمل روتين الله يديها الصحة ويوسع رزقها ويكرمها في قناتها. ليه؟ لان بجد والله صعب، يعني الموضوع صعب، مش زي ما انتوا شايفين. يعني ده تالت فيديو لي على القناة، بس يعني بجد في مثلا الذاكرة بتبقى مليانة، فلازم تمسحي وتروحي معرفش ايه تصوري تاني، فتلاقي التليفون نفسه بيسخن، بيقولك التليفون سخن، فتروحي تفصلي تهدي شوية يعني بجد. وانتي معاكي اطفال، فلازم تخلي بالك من اطفالك يعني. بصراحة بجد يعني انا اول ما بدأت الروتين ده اللي يعني محتوى الفيديو ده، بجد انا عذرت كل واحدة بتعمل محتوى على اليوتيوب فيه روتينات واكل وكده. بجد انتوا بتتعبوا جدا يعني. انا اي واحدة هتفرج عليها بتاعت روتينات هحط لها اللايك واشترك لها من غير حتى لو ما عجبتنيش هحط لها اللايك والاشتراك. وانتي يا قلبي لو عجبك ان شاء الله يعجبك يا رب، احنا لسه بداية خير ان شاء الله، فاكيد قناتي هتعجبك. ولسه انا ايه مديتش كل اللي عندي، لسه عندي جديد كتير. زي ما انتوا شايفين كده، انتوا ماشيين معايا تمام في الفيديو. فانا كنست كمان ايه السلم بتاعي، فقلت انضفه، السلم قدام الشقة بتاعتي، حد راكب حد نازل، ايه اخلي المكان بتاعي نظيف. تمام. كنست السلم مع انه هو يعني كويس يعني، بس ايه برضو ننضف ايه ونخلي المكان نظيف اول باول عشان الحاجة تفضل نظيفة، يعني ما تتعبيش لما تسيبيه مثلا فترة، فاكيد هتتعبي فيه. تمام. فاول باول كده مش هتكملي حاجة، والله ما كملت يمكن دقيقتين كنت خلصت السلم خالص من فوق لتحت. تمام. فقلت ايه جوزي جه بالسلامة من الشغل، فقال لي ايه اعملي لي فطار، فقلت حاضر. الفطار الصبح ده اللي هو ماشي بيه في الشغل، لا ده مش فطار، ده ما اسموش فطار عند جوزي. تمام. فده الفطار، عملت قليت بطاطس وعملت بيض، وكمان قليت كام فلفلايه كده حاره احنا بنحبها برضو على الاكل. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. اعملي لي اللايك، اوعي تنسي اللايك، واشتركي لي في القناه، الله يبارك لك يا رب وخليكي، واسمعي الفيديو، والله فيديو مفيد يعني، ما بدل اللي هو الفيديوهات اللي على التيك توك وشغاله تطلعي بالفيديوهات خليكي في حاجات مفيده. تمام. يا رب ان شاء الله يكرمني بصحبه صالحه وبمتابعين صالحين، ويقولوا لي كلام حلو يشجعني ان اكمل معاهم، واني ما احبطش، لاني انا بداية يعني لسه بادئه. فبقول بسم الله يا رب وفقني في قناتي وتكون مصدر رزق ليا وتوسع عليا ان شاء الله، اللهم امين يا رب العالمين. تمام. هنا بقطع البطاطس. تمام. واعملها صوابع يعني عشان بنحب الصوابع، يعني انا ما بطرش بصراحة على البطاطس المسلوقة. يعني ممكن اعملها، بس احنا بنحب البطاطس المقلية سبحان الله، مع ان بيقولوا كلها زيت وكده، بس انا بحبها انا واولادي. فالواحد يقول يا رب احنا معانا ربنا. تمام. خلصتها زي ما انتوا شايفين كده، قطعتها كلها البطاطس. وبعد ما قطعتها كنت بسخن كمان في الطاسة، وبعدين هنزل بالبطاطس في الطاسة. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد، صل على النبي على كتير. كل اللي عايز حاجة من ربنا ونفسه في حاجة من ربنا
يصلي على النبي، والله كنز، يعني كنز فوق ما تتخيلوا، كنز ده لسان، يعني لسانك بس، لسانك هيقعد يتكلم يقول اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني انت هتخسري ايه وانت لسانك بس شغال لي يذكر ربنا. تعالوا بقى في اللحمة المفرومة. تمام، احنا خلصنا الفطار وظبطنا الدنيا ونروح للحمة المفرومة. ده بصل. تمام، انا بصراحة يعني زي ما يعني اقول لكم بصراحة، المفروض البصل يبقى ناعم عن كده خالص، لاني انا ما عنديش كبة، والله الكبة بتاعتي باظت. فقلت ايه يعني، الجيش قالك ايه، قالك اتصرف. فانا بصراحة اتصرفت وقطعت البصل كده يعني حتت صغيرة، وايه قعدت ادعك بس، والله طلع حواوشي جميل جدا. يعني حطيت له فلفل وشويه فلفل اسود، وحطيت له ملح، وحطيت له كزبره خضراء، كزبره ناشفه، وحطيت له شويه ايه بهارات حواوشي. تمام، الواحده بتجيبها ايه يعني من السوبر ماركت ولا كده. تمام، قعدت ادعك فيهم ادعك فيهم لحد ما حسيت ايديا ايه شبكت في اللحمه. تمام، خلاص حسيتي ان ايدك شبكت في اللحمه كده، خلاص يبقى انتي دعكتيها ايه دعكه محترمه. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. جوزي جه من الشغل وقلت له انت وجاي هات لنا عيش طازه علشان هعمل لك حواوشي. قال لي حاضر. لما جه نسي، قال لي والله نسيت اجيب لك عيش. فالجيش قال لنا ايه، قال لنا نتصرف. انا بصراحه ساعات بحط ايه في الفريزر عيش مصري، يعني ايه للعوزة، يعني كان للزنقة مثلا اخلص العيش مني اروح اطلع بسرعة كده يعني. فقلت له خلاص طالما انت ما جبتش اعذرني بقى يا ابو الولاد، انا هعمل ايه، هطلع من الفريزر. قال لي عادي مش مهم، بس ايه حضر لنا اكل. قلت له خلاص مش هتزعل يعني اني هعمل لك عيش بايت في الفريزر واطلعه ونعمل بيه الحواوشي. قال لي يا عمي مش هزعل، بس نحط الامه في بطننا وخلاص. قلت له ماشي يا ايه يا سيدي الناس. وبعدين رحت طلعت كده، ما ينفعش العيش ده ايه اعمله يعني مرة واحدة. تمام، لازم اقسمه نصين لولا ما هيطلع معايا الحواوشي مظبوط. تمام، قعدت احاول اشوف دي لقمة كويسة ومفتوحة واشوفهم يعني واقطع العيش. وبعدين اعمل ايه، العيش اللي هو مش كويس وما بتتفتحش معايا، الرغيف مش بيتفتح معايا، ده بسيبه على جنب بدسه ايه، وبعدين احطه مثلا في الفريزر، حرام العيش ايه يترمي او كده. تمام، شغاله اني بحاول، بس لو كان عيش طازه الواحد ما كانش تعب، بس نعمل ايه، يلا الحمد لله. وهو والله العظيم بحاول على قد ما بقدر. اهو اللقمه اللي هي حطيتها على جنب دي ما نفعتش. تمام، دي نفعت يعني شويه، وعمالة بشوف ايه العيش المظبوط وايه اللي مش مظبوط علشان ايه نعمل الحواوشي. اصل خلاص انا عملت العجينة وكده وسبتها شوية على جنب عشان تتبل لحد ما يجي ابو الولاد، وبعدين ايه نحضر اكل. هو يعني مش بيطول شغله، ما بيطولش فيه كتير يعني. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. وبعدين خلصنا كده العيش كله وظبطت الدنيا كلها. وبعدين رحت ايه قلت لا خلاص اسيب بقى الايه الاكل شويه، واسيب اللحمه كده تتظبط مع نفسها، يعني ايه تاخد التتبيله، واروح للحمام، لان الحمام بتاعي ايه جعان، للطير بتاعي ما اقدرش اسيبه، حتى لو احنا بنشرب وبناكل، ده طير وده روح، حرام عليا ربنا هيحاسبني عليه. تمام، فروحت لقيت الحمام، بصوا يعني يا جماعه على اخره، على اخره بيقول لي انقذينا احنا جعانين احنا عاوزين ناكل. فرحت له بسرعه، والميه بتاعته مش نظيفه، ويعني الله يسامحني الله يسامحني، سامحني يا رب. تمام، فرحت بسرعه انقذتهم بسرعه، ما بصيتش حتى على زغاليل ولا بصيت على اي حاجه، انا بصيت بس على ايه، على اكلهم عشان ياكلوا. شوفوا هجموا ازاي على الاكل، يعني جعانين. رحت بسرعه ايه عايزه اعمل لهم الميه واغير لهم الميه بسرعه قبل ما ياكلوا ويروحوا للميه دي، لان هم اهم حاجه النظافه، ويشربوا ميه نظيفه وياكلوا اكل نظيف. بس ربنا ايه يعيننا.
زي ما انتوا شايفين كده انا غيرت المية ورحت جبت مية نظيفة علشان بسرعة قبل ايه ما يشربوا مية من المية دي، بصراحة يعني ما ينفعش. جبت لهم مية حلوة اهي ونظيفة وعبيتها لهم. بجد والله العظيم تربية الحمام ده حلو جدا، وباخد من تحته كتير حمام. تمام. يعني ساعات يكونوا عيالي نفسهم في حمام فيقولوا لنا اعملي لنا يا ماما، اقول لهم حاضر عيوني هعمل لكم. زي ما انتوا شايفين كده حطيت لهم الميه، فقعدت اشوف الزغاليل كده. تمام وخلاص انا حطيت لهم الاكل فقعدت، فبصيت كده رحت والله العظيم دي لسه طالعه، دي لسه طالعه. انا اتفاجأت بيها. تمام شايفين، اتفاجأت بالزغلول الصغير ده لسه طالع على كده. فقلت سبحانك يا رب، شوفوا الزغلول يا جماعة صغير ازاي، وسبحان الله بيكبر يكبر يكبر وبعدين يبقى حمامة في ايدينا بنذبحها وناكلها. سبحانك يا رب، شوفي صغيرة ازاي يا نونو. عارفين لو انا صبرت يمكن ساعة تاني ولا حاجة كان زمان الزغلول ده مات. تمام ايوه مات، لاني الاب او الام طالما جعانين فبيبعدوا عن عيالهم. تمام بيدوروا على اكل فمش بيبقوا قاعدين عليهم. تمام فهم لازم يتدفوا تحت اهاليهم. فاهميني يا جماعة؟ اكيد اللي عنده طير هيبقى فاهمني، واللي مش عنده طير يا رب يكرمه بمكان واسع بإذن الله ويربي احلى طير ويربي الحمام ويربي بط، مع ان البط صعب قوي في تربيته بيحتاج اكل كتير. زي ما انتوا شايفين كده خلاص انا خلصت الحمام وسبته خلاص كده فرحت. بصوا والله اكلت الحمام كأني انا اللي كلت وكأني انا اللي شربت مية. تمام بفرح جدا لما بدخل للحمام بتاعي واكله واشربه وارتاح منه. تمام فروحت بقى جيت هنا بسرعة بقى عايزة احضر اكل بقى لعيالي وايه نحضر غدا. فعملت الحواوشي ورحت حطيته بقى زي ما انتوا شايفين كده في الزيت. زي ما انتوا شايفين كده ممكن تحطي في طبق شوية زيت. تمام وتحطي تقعدي تملسي بفرشة كده على الرغيف زيت من فوق من فوق وتحت يعني، وتحطيه في الطاسة عادي مش عادي يعني. تمام بس انا حطيت شوية زيت في الطاسة وحطيت على طول الرغيف، ما حطيتلوش زيت ولا حاجة. وزي ما انتوا شايفين كده جبت جبت جبنة كاتشب وكلنا حواوشي. والله كان حواوشي جميل تسلم ايدي وبألف هنا وشفا لكل اللي كل. تمام خلصت كده الغدا وخلصنا الاكل كده ورحت قمت غسلت شوية المواعين. قلت للعيال اقعدوا يلا ساكتين وسيبوني اغسل شوية المواعين بقى عشان بعد ما اخلص المواعين ارتاح شوية. قالوا لي حاضر هنقعد، وكل شوية اقول بس يا واد بس يا بت بس يا بت بس يا واد. وربنا يعيننا على تربيتهم. والله تربيتهم بقت صعبة جدا بس هنعمل نقول يلا ان شاء الله هنرتاح بعدين. ربنا يعيننا ان شاء الله ويصلح احوالهم ويهدينا عليهم ويهديهم علينا. زي ما انتوا شايفين كده بغسل في شوية المواعين، قلت اغسلهم بسرعة بسرعة بعد الغدا وخلصت وكان فيش كام كوبايه برضو كده يعني شويه ميه. العيال بياخدوا بالكوبايه يروحوا يشربوا ميه، مش مثلا في كوبايه جنب الكولمن يشربوا بيه، لا هم عايزين كوبايات على مزاجهم. يجيب لنا كوبايه نظيفه، هجيب لهم كوبايات نظيفه. تمام وبعدين خلصت كده المواعين وهشطفهم ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. لو وصلتي معايا لحد هنا اعملي لي لايك يا حبيبه قلبي، ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي في القناة. لكل اللي بيتفرج على الفيديو بتاعي يعمل لي اللايك الجميل ويفرحني بتعليق. يعني بالله عليكم تفرحوني بتعليقاتكم كده وقولوا لي مثلا اكيد انا بعمل حاجة كده يعني مش عاجباكم، اغيري كذا اعملي كذا يعني زي الناس كده. تمام اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب يا رب ان شاء الله القناة بتاعتي تعجبكم وتشتركوا فيها، وان شاء الله كل يوم هنزل باذن الله باذن الله واحد احد كل يوم هنزل لكم فيديو يعجبكم باذن الله. زي ما انتوا شايفين كده خلصت المواعين وبشطف فيهم، هشطفهم خالص واخلصهم خالص عشان ارتاح منهم واقعد ارتاح شوية. اعمل لي فنجان قهوة، اعمل لي كوباية نسكافيه، يعني اللي انا نفسي فيه اعمله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.
هنا انا بغسل خلاص، قربت اخلص المواعين وانا فرحانة خلاص، يعني هما شوية المواعين دول وخلاص، والمطبخ يعني الحمد لله نظيف. ممكن البوتاجاز عايز يتنضف يعني واغسله، بس ان شاء الله ايه هغسله مع نفسي يعني تمام. بس انا ايه قلت اغسل شوية المواعين معاكم انتوا وايه ونحكي مع بعض. اي حد عاوز حاجة مني يكتب لي في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك، والسلام عليكم.